حي الله الشاعر أبو سمسان الجهمي. لو تكرمت سمعنا القصيدة التي ألقيتها على الوحدة. حياك الله. اليمنية إن شاء الله. حياك الله يا طارق. ترحيب يا طارق. شق الحيد لا ما ينفع القول رحبك. حياك الله. حياك. القصيدة هذا يعني هي لها مكانها عالية، لكن يعني للأسف يعني ما عاد بثوهاش في التلفزيون اليمني يعني، والسبب إنه به وقعت مهاوشة في الاحتفال هكذا شوية، وبعدها عطلوا الحبل علينا وما عاد لقوها شيء بعدها حتى في التلفزيون اليمني، ولا كان المفروض يبثوها يعني، لأنها قصيدة لها مكانتها مع ايش من هذه القصائد حق الدقيقين. صليت على النبي. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا سبحان من كرم أبونا آدم ورفع محمد بالجلا والعظمة، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وخص أبناء اليمن بالحكمة. حكمة بها تاريخنا يتكلم عن مجد أطلال التراث الضخمة، واليوم هذا الجيل أعظم وأعظم بالعلم أحيا روح هذا الأمة. والعلم بايستنبطه من صمم، لو كان في بطن الصخور الصمة. قود المسيرة يا علي وتقدم وارفع بهامات العلا للقمة، فأنت قائدنا الذي لا يهزم من صنعت المعجزات الضخمة. وحدت كل الشعب والشمل التم، وبصمت في التاريخ أعظم بصمة، واصبح شمالي لا جنوبي منضم، حتى التحم عظم الوطن باللحمة. واليوم أرى وجه الوطن يتبسم، أشرق عليها النور بعد الظلمة، وشفت الفرح في عيد وحدتنا عم، والشعب يتغنى بأجمل نغمة، والعرض بأمواج القوى يتضركم في ساحة السبعين شكل زحمة. حيوا قائدنا علي قلنا والعرض بأمواج القوى يتضركم في ساحة السبعين شكل زحمة. قود المسيرة يا علي وتقدم ورفع لوحدتنا العلم للقمة، الجيش لك والشعب كله تمم، وقال أنا للموت تحت الخدمة. وحدة عليها الشعب كله أقسم، تبقى أمانة عالقة في الذمة. وحدة عليها الشعب ضحى بالدم، وانفق عليها التضحيات الجمة، ما بان شرذم قط أو نتقسم مهما العدو خطط علينا هجمة. ولا نهاب البيض ولا نهتم من شرذمه مثله توجه تهمه، وما دام خيرات الوطن تتراكم كذاب لو قال لي من في أزمة. وابن الشمال وابن الجنوب ابناء عم باتقسم الثروة سواء والنعمة، لكن علي سالم مكانه يحلم في ليل غابت في سماه النجمة. نجمة تكسر راسها وتحطم والشعب كله داسها بالجزمة. نجمة تكسر راسها وتحطم والشعب كله داسها بالجزمة. نجمة تكسر راسها وتحطم وكل جهمي داسها بالجزمة. تشهد لنا البيضة وحاشد ودها مجهم في مارب، وجهمي عتمه جهمي وراسي مثل ما الحيد الصم ذي ما تأثر فيها أقوى صدمة. احنا لأعداء الوطن ثم رقم وبارود نختار من رصاص الشرمة. وانا انصحك يا البيض لازم تفهم ان كلمة التوحيد اعظم كلمة اذا الشيوعي نطقها واسلم يدخل بها دين الهدى والرحمة. وتأكد ان الانفصال محرم والمس بالوحدة علينا حرمة. صلوا على طه النبي الخاتم المصطفى الطاهر حبيب الأمة. صح الله لسانك. صح الله لسانك. حياك الله.